معقول ده أنا إزاي وصلت لكده؟ كل حاجة جوايا ماتت. لا بقيت بصلي ولا قلبي بيتحرك ولا حتى ببكي زي زمان. مش حاسس بحاجة، حتى وأنا لوحدي مش مرتاح. كل ما أقول هرجع ألاقي الدنيا شدتني أكتر. كل مرة أقرر أتوب ألاقي المعصية أسهل بكتير من الطاعة. كل مرة أحاول أقوم ألاقي نفسي وقعت أسرع من المرة اللي قبلها. للدرجة دي بقيت ضعيف؟ ولا أنا كده خلاص ربنا مش عايزني وخلاص ما بقيتش أستاهل رحمته؟ Stop it. عارف يا صاحبي، أوقات لما تزهق من كل حاجة وتقرر ترجع لربنا تبتلى فجأة بحاجات عمرك ما كنت متخيلها. الدنيا تفتح لك دراعاتها والمغريات تكتر حواليك ونفسك تغلبك وتحس بغضب وقلق من غير سبب. تبدأ الفتن تحوطك بكل شهوة ولذة، بس كل ده ليه؟ علشان ما تقربش من ربك. بيقول واحد من الصالحين: كل ما تيجي تفتح المصحف تلاقي الشيطان يشغلك بأي حاجة تانية حتى لو طاعة، المهم ما تفتحش المصحف. يعني هو فهمك كويس، عارف مدخلك. لو لقاك عندك شهوة يدخل منها، ولو لقاك عندك عزيمة يدورك على أي حاجة تشغلك. المهم ما تقربش من النور. بس اسمعني، ده مش عقاب ولا مجرد اختبار من ربنا عشان يشوف هتصبر ولا لأ. ربنا عارفك كويس، عارف انت هتصبر ولا لأ. الاختبار الحقيقي لنفسك عشان تعرف انت فين وقادر توصل لإيه. ولما تصبر ولما تحارب شهواتك ومشاغلك ولما تحط ربنا بس قدام عينيك وتوصل له، ساعتها توصل لمرتبة الملائكة نفسهم ما يقدروش يوصلوها لأنهم ما جاهدوش وانت جاهد. وقتها ترتمي في حضن ربنا بكل معنى الكلمة، ترتاح النفس ويهدى القلب وتعيش النور وتشوف حاجات البشر ما يعرفوش عنها حاجة، لأنك ببساطة مع الله. وفي النهاية ياريت كل واحد فينا يفتح قلبه لربنا ويطلب منه الرحمة والمغفرة، لأن ربنا قريب يسمعك ويشوفك في كل لحظة. يا رب اجعلنا من اللي بيذكرونك في السراء والضراء ويغفر لنا خطايانا ويهدي قلوبنا. لو عجبك الفيديو ما تبخلش بمشاركته مع غيرك، يمكن يكون سبب في هداية قلب أو راحة نفس. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. يا رب يسعد أيامكم ويوفقكم لما فيه خير، وإن شاء الله دايما في حفظ الله.